جدول الاعمال يعني ايه؟ نتكلم في مباراه، نتكلم في مسابقه، نتكلم في نشاط. لكن لا، بنتكلم النهارده في وقفه وبعده في وقفه. العيد ما بيجيش، العيد ما جاش ابدا، مش عارف ليه كل وقفات دايما بعد الوقفه بيبقى فيه العيد. كل وقفه بعدها عيد، وقفه عيد الفطر، وقفه عيد الاضحى، وقفه رمضان، اي وقفه بعدها عيد. عند اخواننا الاعزاء المسيحيين الوقفه بعدها العيد في كل حته. لكن احنا ما عندناش عيد، احنا عندنا وقفه. وما اكثر الوقفات. امتى هتيجي الاعياد الله اعلم، ولا الاعياد هتختفي، ولا الاعياد خرجت ولم تعد. عيد كان احمد بشوقي شاعرنا العظيم قال لك عيد باي حال عدت يا عيد. اتصور ان احمد بشوقي اللي قال يعني. فلا، احنا عايزين عيد بس مره نعيد يعني. بعد الوقفات الكتير دي نعيد. ممكن ولا مش ممكن؟ طيب خلينا نقول النهارده الجماهير المتعصبه عملت وقفه امام وزاره الرياضه، قالت بالروح بالدم مفيش دوري يا عم. ويا عمري ارفع ايدك، الشهيد هو سيدك. ده العمري اللي هو وزير الرياضه، هم اللي قالوا كده، مش انا اللي قلت كده على فكره. وخدوا شويه كده، خدوا لهم من الحب جانب في الهتافات والحدوته. في ناس جت النهارده من المحله وناس جت من بعض المحافظات على ما بعت لهم نجوم يعني. الوقفه ما طولتش قوي لكن كان في وقفه ماشي. وقالوا بكل حال من الاحوال مفيش حاجه اسمها نشاط.